مساء الخير يا جماعة. الهم والغم والضيق أحيانا بيكون هدية من ربنا. شوف ربنا عمل إيه مع المسلمين بعد غزوة أحد، رزقهم غم فقدان الغنائم وغم الهزيمة والقتل والجرحى اللي كانوا في المسلمين، وغم أكبر الإشاعة اللي طلعت في وسط المعركة إن الشيطان قتل نبيهم. طيب إزاي ده ثواب من عند ربنا؟ طيب تكفير لذنبهم لما الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله أراد لأهل أحد النقاء التام من الذنوب وعلو منزلتهم. فوق كده يا صاحبي، لعلك في خير وانت مش حاسس. هتكلم معاك في نقطة تانية برضه، هو الواحد بيؤجر على تعبه النفسي؟ ربنا بيبقى سامع المعارك النفسية اللي جواه، وبيبقى عارف كمان ان احنا مش متقبلين امر معين رغم اننا مؤمنين. هقولك على حاجة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطمن أي واحد قلبه وجعه إن ربنا قريب منه وعليم بحاله، فبيقول له ما يصيب المؤمن من هم وغم حتى الشوكة اللي بتشكك بيكفر بيها ذنب ليك. والهم ده حاجة في المستقبل انت خايف منها أو خايف عليها، والغم ده حاجة في الماضي، أزمة انت مش عارف تخلص منها ولا عارف تخلص من تفكير فيها. وكلنا طبعا عارفين ان كلام سيدنا النبي متوجه لينا احنا، اصبر لحكم ربك، اصبر. كأن ربك بيقولك اصبر، اصبر على وجعك، واوعى تفكر ان انا زعلان منك او بنتقم منك او ناسيك في وسط عبادي. ده انت في عينه، فاكيد هو عليم بحالك واكيد هيعوضك، واكيد الفرج قريب. ربنا بيطبطب على قلوبنا وبيعوضنا، بيعوضنا عن كل ألم، عن كل ألم احنا عشناه. كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسألك قرة عين لا تنقطع. طيب يعني ايه الكلام ده؟ قرة هنا يعني دموع الفرحة اللي بتنزل وانت فرحان في حاجة بسيطة جدا فانت بتعيط لما يجيلك خبر لا كان على البال ولا كان على الخاطر فيخليك مبسوط جدا، فتحس ان الدنيا مش سايعاك من الفرحة فتعيط. حاجة اخيرة كده انا عايز اكلمك فيها، الآية ديت يا ايتها النفس المطمئنة، الآية ديت ملك الموت بيهمس بيها في ودن الإنسان اللي ربنا طمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حكالنا المشهد ده بالتفصيل. يعني لما الواحد عمره بيشطب ويقرب ينتهي بتنزل ملايكة من السماء، من كتر بياضها أكن الشمس طالعة، بيكون معاهم كفن عبارة عن قطعة من الجنة. انت مش هتعرف توصفه ولا انا هعرف اوصفه لك، بس هو اكيد حاجة مش هتيجي في دماغك. من الاخر الكفن عبارة عن رحمة، حاجة كده بتبين إن ربنا راضي عنك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ادعي للي بتحبهم بيها يمكن ربنا يجازيك عنهم خير. أنا اكتشفت إن مش مهم البداية كانت شكلها إيه، العبرة بالخواتيم.